السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في اسعد حال. دي صينية بقى كيكة تستاهل بقكم. كيكة البرتقال. هو في برتقال في السوق، كنت مخزنة عصير برتقال، ولو ما عندكيش عصير برتقال ممكن تجيبي كيس فروتي او كيس اللي هو بتاع البرتقال ده ونعمل بقى نعملها بيها. بس انا عاوزاكم بس تشوفوا حلاوتها وشوفوا جمالها. بصوا، طلع تحفة وما شاء الله. عملتها ويا دوب اتاكلت على طول، يعني ما لحقتش تقعد ثانية. يعني يا دوب على الصبح كانت خلصت ما شاء الله. اول مرة اعمل صينية كيكة وتخلص على طول كده. الهياشان، الطراوة. وطبعا انا بقالي فترة ما عملتش كيكة. طبعا جاية هنعمل كيكة في الحر دون. يعني طلبات فريدة أوامر. ففريدة كانت نفسها تاكل كيكة من ايد تيتا، فعملتها. انا كنت عاملاها الفجر الصينية دي على فكرة، وهم كانوا جايين الصبح. فقلت اما اقوم اعملها بأقل الامكانيات الموجودة عندي. والله كان عندي عصير البرتقال في التلاجة، في الفريزر. فدي الكيكة. يلا بينا ندخل نشوف الفيديو مع بعض. يلا بينا، وما تنسوش في اللايك، وما تنسوش تصلوا على النبي. فنكتر من الصلاة على النبي في أي حاجة. يعني واحنا بنصلي المعين نصلي على النبي، واحنا بنعمل الكيكة نصلي على النبي. فندخل بقى على طريقة الكيكة. الكيكة بتاعتي كيكة طبيعية، يعني بأقل إمكانيات. هي بيضتين، كوباية عصير برتقال. هو انا مالية الكوباية نفس عيار الدقيق. كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا. ممكن مش عاوزة تحطي نشا حطي كوبايتين ونص دقيق. بس النشا بيديها طراوة كده وايه، وحلو حلو كده. كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا، ذرة ملح، معلقة خل، نص كوباية زيت، وكوباية سكر. بصوا المقادير سهلة جدا. كوباية سكر، كوباية دقيق، كوباية سكر، كوباية عصير برتقال، بيضتين، كوبايتين دقيق، نص كوباية نشا، نص كوباية ايه، زيت. يعني نص كوباية زيت ونص كوباية نشا، وكوبايتين دقيق، كوباية سكر، كوباية عصير برتقال، وبيضتين. وهنعملها في الخلاط. كيس بيكون باودر، كيس فانيليا. وطبعا انا كان عندي قشر البرتقال اللي انا بحمصه في الفرن، اللي انا كنت عامله بيه فيديو. بعمله طحناه وحطاه في التلاجة. هاخد برضو معلقه بودره برتقال. مفيش بودره برتقال، هجيب كيس فانيليا برتقال. عارفين فانيليا البرتقال اللي بتتباع بره دي؟ ما عندكيش عصير برتقال، هتجيبي كيس فروتي وتدوبيها في قلب كوبايه ميه ويبقى عندك عصير برتقال. لكن البرتقال ده برتقال فريش، بس انا كنت مخزناه مع عصير جاهز كده يعني. فطبعا هنحط ايه، هنحط طريقه الكيكه بقى. هنحط نص كوباية الزيت على البيضتين، على كوباية السكر، على كوباية عصير البرتقال، على كيس الفانيليا، على معلقة الخل. ونحطهم في الخلاط ونضربهم. وطبعا الدقيق لازم يتنخل. نخلت الدقيق طبعا، وحطيت عليه كيس البيكنج باودر والملح، ذرة الملح. وحطيت عليه نص كوباية النشا. وخليته بقى على جنب في الطبق البامبا اللي هناك ده. هنضرب بقى الخليط كله في قلب الخلاط. هحط بقى الفانيليا، وهجيب انا هجيلكوا دلوقتي بالبطرمان اللي انا كنت عاملاه. اللي انا بجيب قشر البرتقال لما في موسم البرتقال بحمصه في الفرن، وبعد كده بطحنه في مطحنه الخلاط وبعينه في بطرمان. تعملي منه احلى بسكويت، تعملوا منه احلى كيك. تحفه تحفه تحفه. وانتوا شايفين لون الكيك شكله عامل ازاي، وريحتها كانت تحفه وطالعه هايشه وجميله. ضربنا كله بقى في اهو. بص البطرمان ده هو ده اللي انا عاملاه بقشر البرتقال، بحمصه في الفرن وبعمله. عملته قبل كده فيديو يعني انزلوا في فيديوهاتي هتلاقيه. حطيت بقى معلقه كبيره وضربت برضو في الخلاط. وفي حاجه بقى تكيه انا دايما بعملها في اي نوع كيكه. طبعا انا حطيت كوبايه عصير برتقال بعد ما احط بقى دون ونضرب كويس. هتشوفوا معايا. هنضرب الحاجات اللي احنا ضربناها في الخلاط. دقناها على الايه، على الدقيق، وعلى نص كوبايه النشا. كوبايتين دي ونص كوبايه نشا. طبعا انت لو مش عاوزاها مسكره، انا حطيت كوبايه سكر في الخليط اللي في الخلاط. ممكن تحطي كوبايه الا ربع سكر، مش هتفرق يعني لو انت عاوزاها دلعه شويه. هي كانت مظبوطه، بس انا بنتي قالت لي يا ماما طالعه مسكره شويه، عشان احنا بنقلل السكر في الاكل اليومين دول. فبالنسبه لنا كانت مسكره شويه علينا. فطبعا بصوا القوام بتاع الكيك تقيل. اه بنتي عماله تاكل فطير بالسكر. انا كنت لسه عامله فطير مشلتت دلوقتي. فطير على الطاسه، بس ما صورتوش للاسف، كان طالع تحفه. فبنتي بتقول لي نقللي السكر. ايه، ما انا عماله اكل فطير وسكر. بص دي نص كوبايه الايه، الميه المغليه. دي بقى ايه اللي بتخلي البوكون باودر
بص شفته بيتفاعل، وبتدي للكيكه. يعني هو ده، يعني انا بعملها عملتها في كذا مره في الكيكات، بتديها هيشان زياده. مش عاوزه تحطيها ما تحطهاش، بس انا دايما بحطها، مش هتفرق في الكيك يعني. بس انا دايما بحطها، حطيها كده وجربيها وهتطلع جميله. هنجيب صينيه المونيا، اي صينيه عندك، ازاز المونيا اي حاجه. انا بحب طبعا اسوي اي مخبوزات او كيكات في المونيا. هندهنها زيت او زبده او سمنه اي حاجه. هتشوفوا طبعا خليط الكيك وانا بدلقه سمكه عامل ازاي. لازم الخليط يبقى ايه، ولا هو ولا هي تخينه، ولا هي، بص الخليط عامل ازاي. طول ما هي كده هو الخليط يعني مظبوط، هتطلع منك هايشه. لكن لو تقلتي الخليط بتطلع منك مكتومه وتقيله كده. فطلعتها، حطيتها في الفرن طبعا على حرارة 180 درجة، وقعدت بتاع نص ساعة في الفرن. طبعا الكيك من نجاحها اللي هي تبقى يعني الحتة اللي فوق دي مفتوحة شوية كده، دي نجاح مش فشل يعني. وطبعا عشان تختبريها اللي هي استوت ولا لا، بتجيبي خلة وتحطيها، لو ما لو طلعت فاضية تبقى خلاص استوت الحمد لله. وانا كنت مختبراها وهي في الفرن قبل ما اطلعها، بس انا بوريكم يعني، لان ما ينفعش نطلعها ونختبرها وتطلع نيه. فهي دي بقى ايه، طريقه في عمل الكيكه. بقالنا فتره ما عملناش، وجاي اعملها في عز الحر، بس اتاكلت على طول لاننا كانت على اشتياق. بصوا شكلها عامل ازاي، بص قوامها عامل ازاي. دول من كوبايتين دقيق وايه ونص كوبايه نشا. بصوا طالعه هايشه 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 وطريه وطعمها طعم. جوز بنتي بصراحه جه كل منها قال طعمها احلى من الكيك الجاهز. يعني طعمها تحفه تحفه. يعني بصراحه الصينيه دي ناس كتير كلت منها، يعني الجيران وجوز بنتي وبنتي وعيالها فما شاء الله يعني. كل اكله بتنادي اكلها. ودي طريقتي في عمل الكيكه يا حبايبي. اليومين دول الجو حر، بس طبعا كوبايه شاي بلبن كده وحته كيكه بتدينا طاقه كده شويه، عشان الحر اللي احنا فيه دون. معلش الفرن ولع نص ساعه، ما يجراش حاجه. وكده كده الجو حر واحنا عايشين في فرن اصلا. الجو نار نار نار. فطبعا لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه عشان يوصل لكم مني كل جديد، ويا ريت يكون الفيديو خفيف على قلبكم. ولو عجبكم الفيديو حطوا لايك، ما تنسوش اللايك يا حبيبتي يا حبايبي. اللايك بيرفع الفيديو عشان الفيديوهات تترفع، وكده دي بقى تتفعل لحسن انا خلاص قربت اجيب اخر يعني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.